السلام عليكم. النهارده بقى هنعمل البيتي فور بطريقه سهله جدا وبسيطه ومبسطه قوي، وحاجه خطيره كده، نواعم خطيره بتاعه العيد. تعالوا معانا نشوف هنعمل بيتي فور ازاي. النهارده انا هعاير بالكوبايه. الاول هقول لك مقادير النص كيلو، وهقول لك مقادير الكيلو، وانتي براحتك بقى اللي تحبي تعمليه. دلوقتي مقادير النص كيلو. هناخد 400 جرام من الزبده، تكون بارده. تمام. دي تقريبا بتعاير حوالي 2 كوب من الزبده. 100 جرام من السكر البودر، وده بيعمل نص كوباية سكر. وبيضة كاملة معاها صفار بيضة والفانيليا، بس مش اكتر من كده. تمام. دي مقادير النص كيلو. الاول بننزل بالزبدة، وبعد كده بننزل بالبيض، ونضربهم بقى كويس جدا لحد ما هتشوف معايا اللون هيختلف ازاي، من اللون الاصفر للون الابيض بالشكل ده، ويعمل معانا فوم. تمام كده. دي مقادير النص كيلو. مقادير الكيلو هيبقى 800 جرام من الزبدة، وزي ما قلت لك تكون بارده، و200 جرام من السكر البودر، واتنين بيضه معاهم 2 صفار بيضه بس، ومعاهم فانيليا. تمام كده. دي مقادير الكيلو. هنزل لك المقادير بالكوبايه وبالجرام عشان تشوفيها. دي شكل العجينه بعد ما نزلنا عليها كيلو الدقيق، واديناها رشه ملح كده بسيطه. بصوا سلسه وجميله ازاي معايا في القمع، خطيره روعه بصراحه. وصفه بيدي فور من الاخر، من اقوى وصفات البيدي فور اللي ممكن تعمليها. حاجه كده دايبه وخطير. بس اهم حاجه ملحوظه مهمه، لما يخرج منك من الفرن ما تمسكيش البيدي فورايه غير لما تهدى وتبرد خالص تماما، ساعه 2 تبداي تحركيها. وممكن تسيبيه لتاني يوم افضل يعني. البلبله اللي معايا دي اسمها 6 FT. يعني انا شفتها دي افضل شكل للبيدي فور. دلوقتي هحط معلقتين كاكاو خام اسباني. انا مش محتاجه احط له زبده ولا اي حاجه، لان العجينه بتاعتنا جميله جدا، لينه جدا زي ما انتم شايفين. احط بس معلقتين الكاكاو وهشكلهم كده واقلبهم كويس. ايوه كده، شوفوا الجمال. خطير خطير، بدي فورم الاخر، روعه بجد. كل سنه وانتم طيبين، حاجه جميله جدا. وجربوه وقولوا لي ايه رايكم. بجد المقادير دي روعه، انتي مش هتلاقي زيها. هتطلع منك البوديفورايه خطيره. ده اللي هو بالشوكولاته. انا غيرت البلبله بتاعتي. انا بفضل الشكل الاولاني يعني، بس نور بنتي قالت لا غيري الشكل، وبعد كده رجعت قالت لا ارجعي البلبله الاولانيه عادي يعني. بنعمل بقى الاشكال اللي تعجبنا. انا كنت بجهز معايا الفطار، يعني انا عاملاه قبل الفطار. فيعني الوقت كنت بجري يعني عشان الحق وقتي. بس بجد خطير خطير، جربوه روعه جدا، هيعجبكم قوي. انا سبته للبنات بعد كده، هم قفلوه براحتهم بالشكل بقى التزيين اللي يعجبك، الحاجات المتوفره عندك. بحط كام واحده لون فاتح كده معايا في الصاج عشان اعرف السوا بتاعه. هندخله على درجه حراره 180 في رف اوسط. زي ما شفتي انا كده احركها، بصي هي مش متحمله كده تقريبا. بعد ما هدي شويه، بعد حوالي ساعه او 2، هنا البنات قفلوه بالشكل بقى اللي يعجبهم، والحاجات المتوفره عندك يعني. بس ما شاء الله، روعه روعه، حاجه جميله من الاخر. العجينه بتاعته في منتهى الجمال. انا هنزلك المقادير بالكوبايه زي ما قلت لك وبالجرام. بص الشكل، بص الجمال، نواعم نواعم يعني. حاجه حلوه جدا، والسوا بتاعه جميل جدا ما شاء الله. اشوفكم ان شاء الله في فيديو